مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ موضوع كوكو اند اس اللي كلنا كمصريين اتفرجنا وشفنا اللي حصل، واحنا طبعا بنحب كوكو اند اس اللي هو كورولوس عشمت. انا بمعرفتي بيه هتكلم عن شخصيته، لكن احنا طبعا بنحترم القضاء المصري وواثقين في نزاهته 100%، لا تعقيب على حكم القضاء. ولكن تعالوا احكي لكم كوكو اند اس ده ومعاملته بيا كهاني بره الفكره دي خالص بقى. ان الولد دوت، يعني كوكو ده حد كده نزيه نضيف، بيتعامل يعني انت بتشوف الناس على السوشيال ميديا ممكن يبقى في الواقع حاجه وعلى السوشيال ميديا حاجه، لكن ده كان بيطلع لايفات لايف. يعني هتشوف شخص اللي بيسجل فيديو حاجه واللي بيطلع لايف حاجه. اللي بيطلع لايف ده هو خلاص بيت طبيعي، مفيش حاجه بتتمنتج، هو بيتكلم بحقيقته. وده اللي حصل ساعه لما كان جايب التابلت. هو طالع بتلقائيه منتج عنده، هو فيه غلطات مفيش مشكله، لكن هو جاله منتج من تاجر ببساطه، راجل فاتح في منطقه اسمها شبرا الخيمه. فالتعامل هناك برضك ببساطه شويه، عارف التجار دي بتبقى الموضوع بسيط شويه. فهو غلط ان طبعا ما خدش فاتوره، بس هو اتعامل ببساطه. يعني انا فعلا بالعقل كده لو راجل حاجه مسروقه هيتدارى يا هيبيعها اصلا. بس يعني لو هو واخد حاجه مسروقه وهو بيتاجر في الحاجات دي كان باعها من غير لايف. ده مش يعني هو اصلا مش اول مره يطلع لايف، ده بقاله ولا لو عديته لايفات كوكو اند اس داخله في المليون لايف ولا يعني يعني قصدي مش مليون، بس قول ما طلعلوش 100 لايف قبل كده. مش عارف ان اللايف ده ممكن ناس كتير يشوفه. ما جاش حد مثلا قال له انا فلان الفلاني كنت بتفرج على اللايف وعجبني المنتج ده وجيت اشتريه. فهو عارف ان اللي بيتفرج على اللايف مصر كلها ومش بعيد العالم كله، والناس اللي في الصين اللي طلعت اتكلمت عليه وقالوا ان ده شخصيه محترمه. فهو 100% طالع بحسن النيه يبيع منتج، هو اكيد 100% لا يعلم ان المنتج ده مسروق. الموضوع محزننا كلنا عليه، يعني لان هو شخصيه جميله والموضوع باين قوي ان هو حاجه. بس اكيد في حاجه احنا مش عارفين، يعني ممكن يكون في حاجه احنا مش عارفينها. احنا ما بنتكلمش على القضاء المصري طبعا ونزاهته، احنا مش عارفين. بس انا بكلمكم على يعني شخصيه كوكو اند اس دي تتفرجوا عليها في الفيديو بتاع الست اللي هي اتكلمت عنه ان هو كان جايب لها ترابيزه وقاعده قدام محله بتسترزق. ربنا يعني يكون معاه في الوقت دوت ويعوضه عن اللي عمله في وقت زي اللي احنا فيه ده دلوقتي. يعني طبعا اكيد هو نفسه قال انا طالع بس اقول قدام عيالي وقدام اهلي وقدام العالم كله ان انا يا جماعه ما كانش يعرف. هو طلع فيديو، اللي اتفرج على الفيديو ده هو عامله على صفحته. كلنا بامانه كلنا قلبنا اتقطع، واحنا بنقول لك احنا بنحبك يا كوكو وكلنا بندعمك، وكلنا بنقول ان احنا واثقين ان شاء الله ربنا هيظهر حقيقه وان احنا نشوفك تاني على خير. مش عايز اطول عليكم على كده، بس انتوا عايزين تعرفوا الموضوع خشوا على صفحه كوكو اندس هتلاقوا كتير، وناس من الصين اتكلمت وناس تعرفوا اتكلمت وناس ما تعرفوش اتكلمت. وانا على فكره معرفتي بيه كانت اخر فتره واتكلمنا مع بعض وجولي المطعم، وهو كان عامل لي فيديو زمان سبق معايا بالخير. كان عامل لي فيديو وهو بيجيب الكابوريا الكبيره دي من الصين كينج كراب، وبيقول نبقى نجيبها مصر الهاني فود في شريم زون. حتى الفيديو ده على صفحته موجود يعني. وانا حتى لما سافرت دبي كنت ردد له الفيديو كده. كنا فما بيننا محبه محترمه بدون اي جمايل. وعايز اقول لكم على حاجه، انا نفسي اشتريت من حاجات كوكو اند اس قبل كده. كان عندنا عيد الام وكنا بنفرح الاستاف وجبنا منها نوزعنا على الاستاف يعني. فبعتوا لنا خامه نظيفه وبعتوا لنا سعر محترم. هو من زمان بيتاجر ان الحاجه البسيطه، عارف، بيطلع منتج يقول لك مثلا دي بكذا انا هبيعها لكم بكذا في لايف عشان يفرح الناس. ده كان هدف كوكو اند اس في شغله كله. دايما كان حتى لو طالع بالتابلت دوت هو كان طالع يبيعه بسعر قليل عشان هو منتج جاي رخيص يعني. ما يعرفش. احنا واثقين في القضاء المصري ولا تعقيب على القضاء المصري، واثقين ان شاء الله ربنا يظهر الحقيقه ويبين للناس كلها الحقيقه عشان ربنا يظهر براءة الراجل الكويس دوت اللي احنا كلنا بنحبه وكلنا زعلانين عليه. والراجل دوت انا اتفرج على الفيديو كده يحس ان هو فعلا هو ده نازل واثق ان هو ما فيش يعني. لو هو انسان مش كويس وفعلا حرامي انا حاسس كده كان كمل ما يقعد في الصين. يعني ايه اللي هيجيبه هنا طالما هو الراجل ده اصلا تجارته مش مظبوطه؟ ما هيجيب اهله ويمشي وكده. لكن العاش في مصر وبيتاجر في مصر يحب مصر جدا. انا ناجح الحمد لله في بلدي، بحب مصر جدا. واتعرض عليا على فكره كتير اسافر بره اشتغل بره، بقول لا
انا فرحان هنا، انا في وسط اهلي، في وسط ناس، في وسط شعب مصر على فكره بجد من الشعب الطيب اللي انت اصلا وانت عايش معاهم تبقى مبسوط. الكلام ده بقوله من قلبي. انا بحب بلدي جدا وبحب اتاجر في بلدي واكسب هنا، والحمد لله احنا في بلد عظيمه جدا، واثقين في قضائها، وواثقين ان احنا ان شاء الله يعني هنشوف براءه كوكو انديس. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ولكن انا كان نفسي اطلع اتكلم معاكم عن الموضوع دوت لان انا بحبه جدا، ودعواتكم ليه يعني. مش هقول اكتر من كده. سلام.